السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم المحبوبة يوميات عماد وداليا والمجالس الطبية. وطبعا زي ما انتم عارفين إن قناتنا ديت هدفها التوعية والتنبيه والتحذير من أي مخاطر أو اللي جاي أو الأوضاع اللي بتتغير أو الحاجات اللي بتبقى جديدة. النهاردة أنا هكلمكم عن حاجة غريبة شوية حصلت معايا امبارح. ده نوع من أنواع النصب الجديد يعني. تمام. آه، دخل لي على الخاص حد بصورة واحدة. طبعا هلا وغلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا جماعة تمام. انت حضرتك من وين؟ انا من هباب الطين من القاهرة. تمام. انا كنت عايز اتعرف على حضرتك. اهلا وسهلا. بس كان ردي عليها بقى ان انا مش بتاع تعارف ولا حب ولا مودة ولا الكلام الهادي ده كله، لان انا راجل كبير ومجالي هو مجال المعاقين. قالت لي اصل انا بدور على شغل. قلت لها مصر ما فيهاش شغل. قالت لي طيب يعني طب يعني اكل عيش ازاي يعني؟ قلت لها حاول تشوف المحلات السوريه اللي شغاله في مصر وارد عليهم ان شاء الله ربنا يكرمك انك تشتغل عندهم يعني، او اعملي مشروع. تمام. قامت قالت لي طب ما انت حالك ممكن تقول لي مشروع. تمام. قلت لها حضرتك انا مش بتاع مشاريع. قامت عامله لي حظر. تمام. ده نوع من انواع النصب. واحد يخش لك بكلام حنين كلام جميل وانت بقى كراجل بقى شهم وبتاع وغضنفر. شيل واعمل لها مشروع والبس يعني نصبايا. طب حول لي كذا بعد كده اصل انا معيش فلوس. شغل التفاهه ده. الحاجه التانيه كان في واحده دخلت على صفحه بطاقه الخدمات المتكامله وقالت يا جماعه انا دخلت جديده مفيش ترحيب. تمام. طبعا في ناس دخلوا رحبوا بيها وقاموا ناصبين عليها. ماشي. هي اللي بتقول طبعا بتقول انا دخلت فهو يا جماعه مفيش ترحيب ومش عارف ايه. انا عايز اطلع كارت الخدمات. قام واحد قال لي هاتي 200 جنيه وانا هحجز لك واخلص لك ومش عارف ايه. قام هوبا قام عمل لها حظر بعد ما خد الفلوس طبعا. آه فيا ريت يا ريت والله بجد انا زعلان قوي. انا بحس ان احنا بقينا شعب غبي اصلا. والله بجد بحس ان احنا بقينا شعب غبي. الامثله القديمه مبقتش تنطبق علينا. يعني احنا كان زمان يقول لك يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. دي معناها ايه؟ النهارده اللي بيبكيني ده اللي بيضربني عشان انا اخطأت. ماشي. فهو النهارده ضربني عشان انا اخطأت. انا عمري ما اعيد الخطأ ده تاني. فمفيش حد هيشمت فيا ان انا بغلط. ماشي. ولا ضحكني اللي هو عملت خطأ سابني خطأ التاني سابني. تمام. هو كده خلاص بخليني اضحك اهو. لكن لما هكبر ابقى خايب والناس هتضحك عليا. انا مش فاهم ازاي الشعب المصري مبقاش يفكر صح. المفروض دلوقتي لما حد يقول لك انا هحجز لك اعمل ايه؟ لازم اخد حاجه توضح لي الرؤيه. اضعف الايمان. طب لو سمحت ابعت لي بطاقتك. اضعف الايمان. ده حد هيحول لي فلوس. ابعت لي بطاقتك بعد اذنك وابعت لي صوره كارت الخدمات بتاعتك. ده الصح. ولو مش معاق ابعت لي بطاقتك. ماشي. الحاجة التانية أخش صفحته أشوف رأي المتعاملين معاه إيه. الناس بتقول إيه عليه. لقيته عامل قافل ملفه يبقى أعرف كده مبدئيا دوت راجل مش تمام. ماشي. ولو بعت له طلب صداقة وفتح أخش أشوف الدنيا عاملة إيه والناس بتقول عليه إيه. أنا واحد من الناس لما باجي أعمل دعاية مباشرة كده أقوم باعت الكارت باعت فيديو من القناة باعت الكلمتين بتوع أداء المكتب بيبقى إيه. بس كده. فيا جماعة خدوا بالكم من نفسكم. ويا ريت برضه أنا عايز أقول لكم حاجة. والله مش عشان الشهرة ليه والله. يا ريت كلكم تخشوا لأصحاب الصفحات تخليهم يوافقوا على الفيديوهات بتاعتي. أنا في جروب بتاعت الخدمات المتكاملة ده بيرفض أصلا أي فيديو ليا. وده أصلا أكتر جروب بلاقي ناس بتشتكي إن بيتنصب عليها من خلاله. طب ما تفتح يا عم الفيديوهات يا عم. افتح الفيديو وشوف. ما عجبكش خلاص شيله. ايه المشكلة يعني؟
لكن تبقى انت قافلها من اولها، لا ما تبقاش ناصح ولا تبقى ذكي. لان معلش انا هقول لكم حاجه، انا ليه ببعت فيديو من القناه بتاعتي اصلا؟ انا ببعت فيديو من القناه بتاعتي عشان الشخص يخش القناه ويشوف راي الناس اللي اتعاملوا معايا ايه، انا انسان كويس ولا انسان وحش، بس كده. فيا ريت نشغل دماغنا شويه وما نشغلهاش على بعض. الحاجه التانيه برضو هرجع اقول يا جماعه، انا مكتب بدفع ايجار، حلو الكلام، والايجار بتسدد فلوس من ثواب وحسنات. فاللي حاجز معايا انا عينيا الاتنين ليه تحت امره في اي حاجه باي طرق شمال. واللي حاجز مع نفسه بدعي له ربنا يوفقه، لان انا مش هقدر اساعده. وانا وضحت الحته ديت ليه مش هقدر اساعده. اول حاجه هو كتب بيه تقرير، ده لو كان دخل وجاله تظلم، ولو كان هيخش اول مره تمام. النهارده انا بساعد عميلي بكلام بمعلومات. طب اللي حاجز مع نفسه ده لو انا اديته نفس الكلمات والمعلومات وسيت هيجي يقول لي تعالى انا ما حجزتش عندك وانت قلت لي كلمتين وخدت مني فلوس، هبقى انا كده بشوه سمعتي. طب انا اشوه سمعتي ليه؟ عشان خاطرك انا مالي، انت مشيت في طريق تكمله بقى. لكن انا معيش، انا ماليش في الثواب والحسنات زي ما انا قلت. انا راجل مبدئي وشغل انجليزي. انا على فكره اللي انا بقوله ده بطبقه على قرايبي واصحابي. انا شغل انجليزي ما فيهوش ولا حته كده، ولا عشان خاطري ولا عشان خاطري. وربنا يوفق الجميع، ويا ريت كلنا ننبه بعض عن اساليب النصب اللي بتحصل على الفيسبوك. تمام. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.